قد أثنى الله عز وجل على الذين يبكون من خشيته ووعدهم وعدا كريما جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن ومر بآيات الوعظ وذكر النار وذكر رقابة الله جل وعلا على عباده يبكي ويسمع له لصوته ولصدره أزيز كأزيز المرجل القدر على النار يغلي. وكون الإنسان لا تدمع عينه دليل على أنه لا يحزن قلبه، دليل على التعلق بالدنيا والانشغال بها والغفلة أو نسيان الآخرة، نسيان الأجل، نسيان النظر في العمل الذي مضى هل هو صالح أو دون ذلك أو فاسد أو اعترضه ما يبطله ويحبطه من الإعجاب والغرور والمن على الله عز وجل والإدلاء عليه. لذلك المسلم ما يستغني عن خلوة يخلو فيها حتى يتذكر هذه الأمور وهذه المعاني ويزن نفسه بها. اذكر كم مرة سكبت عينك دمعة بذكرك لله جل وعلا، فإنه إذا خرج من العين مثل الذباب دمعة حرمها الله تعالى على النار.